بدور على ابلكيشن اتعلم منه الانجليش وانا رايح الجامعه وفي المواصلات، لان ما عنديش وقت فاضي طول اليوم. هقول لك النهارده على 5 ابس كويسين جدا وكمان فور فري. اول ابلكيشن هو كيك، وده هتقدر تتعلم منه كميه ادفانس اكسبريشنز وايديومز انت مش متخيل وبكل سهوله، لانه هيعرض لك سين وبعدين هيقدم لك الاكسبريشنز المهمه اللي قالها الاكتر في السين ده، وكمان هيقول لك المينينج بتاعها، وبكده هتثبت في دماغك وتفتكرها بمنتهى السهوله لانك ربطتها بموقف قدامك. طيب ولو عايز اتدرب على الانجليش سبيكينج؟ تاني ابلكيشن هيساعدك تحسن الانجليش سبيكينج بتاعك وهو هلو توك، وده لان هتلاقي فيه نيتيف سبيكرز تقدر تكلمهم ويردوا عليك. في كمان ابلكيشنز تانية زي هاي نيتيف، سبيكي اند تاندم. طب في ابلكيشن ممكن يظبط الجرامر؟ تالت ابلكيشن هيساعدك تظبط الجرامر بتاعك وهو Learn English Grammar، وده لانه بيحدد لك مستواك وبيدي لك القواعد المناسبه لمستواك وبيدي لك كمان اسئله كتيره عشان يثبت المعلومه. طيب ولو عايز اتدرب على البرونسيشن؟ رابع ابلكيشن معانا هيساعدك تحسن البرونسيشن بتاعك هو Elsa Speak، وده لان في روبوت هتكلمه ويرد عليك ويصلح لك كمان الاخطاء بتاعتك. طيب والريدنج؟ لو عايز تطور مهاره الريدنج عندك تقدر تستخدم ايستوريا، وده هيساعدك قوي. ما تنساش تعمل سيف للفيديو ده عشان ترجع له وقت ما تحتاجه، واكتب لنا interested عشان نبعت لك كل اللينكس دي.